كنت لسه ما كملتش ال30. مراتي كانت حامل في أول طفل لينا. فاكر الليلة دي كأنها دلوقتي، سهران مع الشلة في استراحة، ضحك وهزار وسخرية من الناس، وأنا اللي كنت الفكاهة بتاعتهم، بضحكهم بتقليدي للناس وسخرية من فلان وعلان. حتى الأعمى اللي شفته في السوق وقعته برجلي وضحكنا عليه بصوت عالي. رجعت البيت متأخر، لقيت مراتي تعبانة، دمعة نازلة من عينها، وقالت لي: راشد، أنا حاسة إني هولد. خدتها بسرعة على المستشفى، دخلت تولد وأنا استنيت شوية، زهقت ورحت البيت. سبت رقم تليفوني وقلت يتصلوا بيا، وبعد ساعة جالي اتصال: مبروك، مراتك ولدت وجابت ولد، سميتوه سالم. فرحت يمكن شوية. رحت المستشفى، أول ما وصلت قالوا لي: روح للدكتورة. دخلت عليها، لقيتها بتتكلم عن الابتلاءات والقدر، وقالت لي الجملة اللي غيرت حياتي كلها: ابنك يا أستاذ راشد أعمى ومش هيشوف طول عمره. أنا وقفت مكاني مش قادر أتنفس، افتكرت اللي عملته في الأعمى زمان. سبحان الله، زي ما بتعمل بيترد لك. مراتي كانت راضية مؤمنة، وكنت دايما أنا السبب في إنها تبكي من قهري لسالم. كبر سالم واتضح كمان إنه أعرج، وكنت بتجنبه، كنت بحس إنه عبء. اتولد بعده عمر وخالد، وكنت بحبهم أكتر، أهتم بيهم وأسيب سالم لمراتي تهتم بيه. وفي يوم جمعة صحيت متأخر كالعادة، وهو قاعد في الصالة بيعيط بحزن شديد. أول مرة أسمعه بيعيط كده. سألته: مالك يا سالم؟ قال لي: بابا، عمر اتأخر ومش عايز أتأخر على الصلاة، بخاف ملحقش الصف الأول. سكت. إزاي طفل أعمى كل همه يكون في الصف الأول؟ قلت له: أنا اللي هوصلك النهاردة يا سالم. اتصدم، مسح دموعه ومسك إيدي. وإحنا في الطريق قال لي: المسجد قريب، عايز أمشي برجلي. دخلنا المسجد، حطيته في الصف الأول وصليت جنبه، وبعد الصلاة طلب مني مصحف. استغربت، فتحته له على سورة الكهف، وخد المصحف وحطه قدامه وبدأ يقرأ: يا حافظ السورة كلها عن ظهر قلب، أنا اللي كنت شايف بس ما شفتش نور ربنا، أنا اللي كنت عايش لكن ما كنتش حاسس بالحياة. مسكت مصحف وبدأت أقرأ، قلبي بيرتعش، دموعي نازلة. سالم مسح دموعي بإيده الصغيرة وقال لي بصوت هادي: ما تبكيش يا بابا. من اليوم ده ما فاتتنيش صلاة جماعة، بعدت عن صحبة سوء، قربت من ربنا، من بيتي، من مراتي، وسالم بقى نور البيت بجد. الفرحة اللي بتنور وشه هي اللي كانت بتنور لي حياتي كلها. وفي يوم قررت أخرج مع مجموعة من الدعاة لمنطقة بعيدة. ودعت سالم، حضني بقوة وسافرت، وكنت بكلمه كل شوية، لكن سالم ما كانش بيرد. وفي آخر مكالمة مراتي صوتها كان غريب، سألتها عن سالم، قالت لي: بلغوا سلامك يا راشد، وسكتت. رجعت بعد 3 شهور ونص. أول ما دخلت البيت خالد الصغير فتح لي. سألت عن سالم، مراتي دمعت وسكتت. سمعت خالد بيقول: بابا، سالم راح الجنة عند ربنا. وقعت الدنيا فوق دماغي. فقدت أعز مخلوق علمني كل حاجة، وأنا فاكر إني أنا اللي هعلمه.